كابتن عاطف عبد العزيز نجم النادي الاسماعيلي السابق ومرشح لعضويه نادي الاسماعيلي، ونرحب بيك في موقع الاسماعيلي. كابتن عاطف، الانتخابات قربت وعلى ابوابها اهي، ولسه احنا شايفين العمليه هاديه، مش شايفين يفرط في الشوارع، مش شايفين استعدادات للمرشحين. عايزين تحكي لنا كده على استعدادات كابتن عاطف. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين طبعا، وشعب اسماعيليه وشعب مصر كله بخير. القصه مش قصه دعايه واعلان وكده، القصه النهارده ان الناس في مشاكل كتير جدا في البلد، ويمكن الناس مهتميه الفتره دي بالتجديدات، وفي طاعون لسه الناس برضه متخوفه من موضوع الطاعون دوت، مين هينزل مين مش هينزل. انما النهارده انا ما اقدرش اخد قرار ان انا اجي اركب يافطه باسم عاطف عبد العزيز والاقي نفسي ان انا بره الانتخابات، لان في مشاكل اداريه، في مشاكل قانونيه لسه مستنيين موضوع الطاعون وكده. الطاعون يا كابتن معلش حتى برضه ولو يكن النهارده عايزين نقول مين رئيس، احنا هنمشي مع مين، هنساند مين. شعب اسماعيليه من الافضل من الاصلح الفتره اللي جايه، مرحله فتره صعبه جدا جدا في النادي الاسماعيلي، وربنا يا رب كده الامور تستقر بس امنيا، والامور تستقر جوه مصر. اهم من النادي الاسماعيلي من النادي الاهلي من الزمالك، لان احنا كلنا مؤسسه رياضيه بنشتغل في مؤسسه كامله حوالين بعض. يعني نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى افضل، ونتمنى انتخابات النادي الاسماعيلي تجيب الاحسن والافضل للنادي، لان قصه ان النادي الاسماعيلي في ناس متخيله النادي الاسماعيلي ده يعني حاجه وخلاص. النادي الاسماعيلي ده حاجه كبيره جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اتمنى من شعب اسماعيليه، الناس المهمه والناس المحترمه، الناس الكويسه، الناس اللي فاهمه، الناس اللي بتخاف على مصلحه النادي الاسماعيلي، لازم تختار الراجل المناسب في المكان المناسب. لان النادي الاسماعيلي النهارده مش هينفع واحد يجي يدخل النهارده عشان يقعد على كرسي او يتصيد اعلاميا، او عايز يسافر سفريه مع فريق، او عايز يبقى ليه قرار في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي صدقني انا بقول وبناشد جمهور الاسماعيليه كله، يمكن انا النادي الاسماعيلي ده يعني لو النهارده جابوا 5 هم دول اللي هيبقوا النادي الاسماعيلي، كلنا هنشتغل عندهم عمال. يعني مصلحه النادي الاسماعيلي ان اللي هيجيبوا جماهير اتمنى كل الناس هتساعده. اتمنى من جمهور اسماعيليه، يعني مفيش وقت النهارده موضوع النهارده دي عزبه او دي عيله او دي كذا، الاصلح والافضل لموقع النادي الاسماعيلي وكيان النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي الناس كتير جدا ومجالس كتير جدا دخلت الفتره اللي فاتت، وناس دخلت مجالس قبل كده وداخله تاني دلوقتي وكده، وللاسف الشديد ما عملوش حاجه للنادي الاسماعيلي. بتمنى من جمهور اسماعيليه وشعب اسماعيليه الوفي اللي بيحب ناديه يختار الراجل المناسب في المكان المناسب. ده النادي الاسماعيلي النهارده محتاج كل فرد في اسماعيليه، مش انا ابن النادي، لا، كل فرد في اسماعيليه محتاج النادي الاسماعيلي جوه. يا كابتن يعني كلامك ده هو فعلا اللي الواحد لمسه في الفتره دي، ان النادي الاسماعيلي محتاج ناس فاهمه يعني ايه نادي الاسماعيلي قلوبها. وانا عشان كده بكلمك كابتن، انت لاعب نادي الاسماعيلي السابق ومدربه السابق، ويمكن لامم بالمشاكل. اكيد ده يخليني فعلا ان انا يعني اسالك كابتن. انا صعبان عليا حاجات كتيره جدا جوه النادي الاسماعيلي، وده اللي انا هخليني اسالك كابتن. ان شاء الله لو الكابتن عاطف ربنا وفقه، ايه اولويات الكابتن عاطف اللي هيعملها راجل ابن من ابناء النادي الاسماعيلي؟ اولويات اسماعيليه النهارده احنا مش عارفين نقعد فين. يعني انا بقول لجمهور اسماعيليه المحبين للاسماعيلي مش عارفين نقعد فين. انا واحد من ولاد النادي، النهارده مش عارف اقعد فين، انا وعيالي وبيتي وكده. عايز اروح اقعد في حمام سباحه يقولوا لي الهيئه. عايز اسماعيليه تحس فعلا ان احنا داخلين نبني بيتنا. يعني يمكن انا قعدت مع بعض الاخوه في الشباب والرياضه، شفت القرارات بتاعت نادي النخيل وشفت القرارات بتاعت نادي الغابه. احنا ان شاء الله لو ربنا كرم باذن الله بعد 48 ساعه من اعلان القايمه في شغل في الغابه، حاجه محترمه جدا لجمهور اسماعيليه والشعب اسماعيليه والاعضاء اسماعيليه. والقصه النهارده ولاد النادي الاسماعيلي فين؟ عاطف عبد العزيز النهارده بيدور على حقوق ولاد النادي الاسماعيلي، وعلى راسهم الكابتن احمد ريس. حقوق الناس لحد دلوقتي يا كابتن، لحد دلوقتي انا عدت حقوق الناس مع احترامي لكل المجالس الادارات. يعني فين احمد ريس؟ فين عاطف عبد العزيز؟ فين احمد قناوي؟ فين احمد العبود؟ فين ابو طالب؟ فين فكري؟ فين فوزي؟ فين الناس اللي بتحب النادي الاسماعيلي وتخاف على النادي الاسماعيلي؟ انا بعلنها بصراحه، انا داخل عشان اخدم ولاد النادي اللي فعلا النادي الاسماعيلي ما وقفش جنبهم. لازم النهارده اشوف النادي الاهلي بيحارب على اولاد ازاي، نادي الزمالك بيحارب على اولاد ازاي. النهارده لازم كل فرد تعب في النادي الاسماعيلي واجتهد للنادي الاسماعيلي. اكيد طبعا عاطف عبد العزيز والنادي الاسماعيلي على دماغنا هيقف جنب النادي. كابتن احنا نتمنى لك التوفيق وان شاء الله
نبارك لك ان شاء الله ان ربنا يوفقك ونشوف نادي الاسماعيلي فيه مجلس اداره كبير. ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن.